يا صديقي، ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك كمصمم أو مونتير أو موشن جرافيك أو أي وظيفة أيا كانت هي. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أداة لازم تستخدمها في شغلك أيا كان وظيفتك ايه. وفي الفيديو ده هثبت لك انك لازم تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في شغلك. ففي الفيديوهات الجاية هنتعلم مع بعض ازاي ندخل الذكاء الاصطناعي في شغلنا ونستفاد منه اقصى استفادة، وكمان بادوات مجانية هتفيدك في شغلك كمونتير او كمصمم او كموشن جرافيك. وفي فيديو النهارده هعرفك ازاي تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي كمونتير. هقولك على بعض التريكات اللي انت ممكن تعملها في المونتاج بادوات الذكاء الاصطناعي وهتفرق جدا في جودة شغلك. التريكات دي عشان تعملها على برنامج المونتاج بتاخد منك ساعات شغل وممكن يوم شغل كمان. احنا هنعملها مع بعض باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وبرامج المونتاج في دقيقة واحدة. ولو عايزين نستمر في التريكات ديت انا عاوزك تعمل لايك وشير وتصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ. اول تركية ممكن نعملها بالاي اي في المونتاج بتاعنا اللي هي الهوك اللي زي كده، الهوك اللي في بداية الفيديو، مثلا اظهار الشخصية بشكل سحري بالشكل ده كده. تعال نعرف ازاي عملنا ده بالذكاء الاصطناعي. بكل بساطة أنا بفتح برنامج المونتاج اللي أنا شغال عليه وبضيف الفيديو بتاعي للتايم لاين، وبروح عند المنطقة اللي أنا عاوز أظهر فيها الشخصية بالشكل ده، وبعدين آخد سكرين شوت. هروح أضغط على ويندوز شيفت اس بالشكل ده كده، وابدا اخد سكرين شوت بالشكل ده كده للمكان للمشهد اللي انا عاوز اعمل له الحركه دي. اي برنامج مونتاج انت شغال عليه هي الخطوات واحده في جميع البرامج. اعتمادنا بشكل كله هيكون على ادوات الذكاء الاصطناعي. هتاخد سكرين شوت من البرنامج اللي انت شغال عليه، بعد كده ننتقل للمرحله التانية. خلاص كده احنا طلعنا بره برنامج المونتاج. اول حاجه هروح على جيميناي. جيميناي طبعا بيديك محاولات مجانية كل يوم، فانت لو معاك 4 5 ايميلات شغال بيهم فانت مش هتقف. تمام، طبعا كل ايميل فيهم بيديك حوالي 7 8 محاولات مجانية كل يوم، فده كافي جدا. هنضغط على علامة الزائد كده ونرفع صورة السكرين شوت اللي احنا لسه واخدينها بالشكل ده كده ونضيفها لجيميناي. بعد كده هقول له احذف لي الشخصية من الصورة، ونضغط على السهم ده كده ونستنى لما يحذف لي الشخصية من الصورة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده حذف لي الشخصية من الصورة بتاعتي. هاخد الصورة دي، هنزل الصورة دي بالشكل ده كده، هضغط على السهم ده وانزل الصورة بتاعتي. بعد كده انتقل للمرحلة التانية. هنروح نستخدم أداة ذكاء اصطناعي تانية اللي هي فلو عشان نعمل الفيديو بتاعنا. هنضغط على كرييت ويز فلو، هيدخلنا للصفحة ديت. هنضغط على تحويل النص إلى فيديو ونختار تحويل الإطارات إلى فيديو. بعد كده هيظهر لي مربعين هنا، هنضغط على المربع الأول ونضيف الصورة بدون شخصية اللي احنا لسه عاملينها على جيميناي. بعد كده هنضغط على علامة الزائد التانية ونضيف الصورة بس بالشخصية. هنضغط على السهم ده كده ونضيف الصورة بالشخصية بالشكل ده كده. جميل جدا. يبقى أنا في الصورة الأولانية ضفت له الصورة بدون شخصية، والصورة التانية ضفت له الصورة بشخصية، وهقول له اظهر لي الشخصية ونضغط على السهم ده كده. طبعا موقع فلو برضو بيديك محاولات مجانية كل يوم، بيديك حوالي 150 كريدت أو 100 كريدت تستخدمهم. الفيديو الواحد بياخد 20 كريدت، يعني الحساب الواحد يعمل لك في اليوم حوالي 5 أو 6 فيديوهات. فانت لو معاك برضو 5 6 ايميلات فانت هتعمل عدد كبير من الفيديوهات وهكذا. وتعال نشوف النتيجة مع بعض. And just like that, تعال بقى ننزل الفيديو بتاعنا. هنضغط على السهم ده كده وطبعا انت تختار اللي هي الدقة 180 عشان ما تاخدش منك كريدت كتير، وانا هختار هنا اللي هي 4K. بعد ما نزل الفيديو عندنا هننتقل للمرحلة اللي بعد كده. هندخل لبرنامج المونتاج تاني، هناخد الفيديو اللي احنا جبناه وبعدين نضيفه للتايم لاين عندنا فوق الطبقة الرئيسية بالشكل ده كده، ونخلي الفيديو اللي احنا عملناه يبدأ من الأول. انا مش عارفه ابدا منين، الدبلومات غاليه قوي وانا لسه and just like متخرجه. that, هنحرك السلايد عندنا لغاية ما نوصل للمنطقة اللي احنا عاوزينها وليكن المنطقة دي كده، وبعدين نقص هنا بالشكل ده ونمسح الجزئية التانية. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ بعد كده هنبدأ نخفي الفيديو اللي فوق ده واحدة واحدة. يعني هنعمل له كي فريم، هنروح على بلان ونقف قبل نهاية الفيديو بتاعنا اللي احنا جايبينه. بعد كده هنحط كي فريم ونحرك لنهاية الفيديو ونحط كي فريم تانية
وبعدين نقلل الاوباسيتي خالص عشان تبدأ الاوباسيتي تقل معانا واحدة واحدة كده وتظهر الفيديو الأساسي بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هنحرك الطبقة الأساسية بتاعتنا ونخليها تبدأ من نهاية الفيديو. طيب احنا الفيديو ده طبعا بطيء، احنا عاوزين نسرعه. هنروح على سبيد ونروح على كيرف وبعدين نضغط على كاستم كيرف ونطلع النقطة دي لفوق كده بالشكل ده كده، ونخلي النقطة دي تبدأ من الأول والنقطة دي تبدأ من الأول. طبعا الصوت هنا هنخفيه خالص ونخلي الفيديو بتاعنا اللي هي الطبقة اللي تحت قبل نهاية الفيديو هنا تبدأ معايا بالشكل ده كده. تعالى كده نشغل ونشوف. أنا مش عارفة أبدأ أنا مش عارفة أبدأ منين، الدبلومات غالية قوي وأنا لسه متخرجة وعايزة خبرة عشان أشتغل، الخبرة جميل جدا جدا. ودي كانت أول تركاية معانا. التركات التانية يا شباب هتكون في المونتاج العقاري. في المونتاج العقاري بعض الشركات ما بتديكش التصوير اللي انت عاوزه. يعني مثلا احنا بنتجه دلوقتي في المونتاج العقاري ان يكون التصوير من الاعلى كتصوير درون، بيديني مساحة أكبر في الشغل وبيديني حرية أكبر في الشغل وكمان الشغل بيطلع بشكل احترافي أكتر. هعمل إيه لو الشركة ادتني التصوير بالشكل ده كده؟ والتصوير زي ما احنا شايفين يعني تصوير عادي جدا، واحد ماسك موبايل وبصور وخلاص تمام، مش تصوير درون. طب ازاي احول التصوير ده من تصوير عادي لتصوير درون وابدا اشتغل عليه بشكل احترافي؟ تعال نشوف مع بعض. مثلا التصوير شغال بالشكل ده كده وانا عندي لقطة مثلا هنا، مثلا انا عاوز التصوير يتحول لتصوير درون ويجيب لي التصوير من الاعلى عشان ابدا اشرح العقار وادي الابعاد بتاعته وادي له المواصفات بتاعته. بكل بساطة هروح اقطع في المكان اللي انا وقفت عنده بالشكل ده كده، هاخد سكرين شوت للقطة ديت، هاخد سكرين شوت مكان ما وقفت، هضغط على ويندوز شيفت اس من الكيبورد واخد سكرين شوت للقطة دي بالشكل ده كده. بعد كده هنتقل للمرحلة التانية وهروح على أدوات الذكاء الاصطناعي. هروح لجيميناي بالشكل ده كده، هرفع له الصورة بتاعتي اللي هي دي تمام. هضغط هنا واختار صورة طبعا بالشكل ده كده، وبعدين هضغط على علامة الزائد واحمل له الصورة بتاعتي، احمل له الصورة بتاعتي اللي انا واخدها سكرين شوت بالشكل ده كده. طيب بعد كده هقول له ايه؟ بعد كده هقول له اجعل الصورة بالتصوير العلوي كأنها مصورة بدرون من الأعلى، واضغط على السهم ده كده واستنى النتيجة. هيديني صورة زي ما احنا شايفين متصورة من الأعلى بالشكل ده كده. طبعا الصورة الأولانية أو الصورة العادية بتاعتنا أهي. الصورة اللي هو عملها لي الصورة اللي هو عملها لي هتكون بالشكل ده كده. فطبعا اداني تصوير علوي زي ما احنا شايفين وبكده بانت ملامح قطعة الأرض. تعالى بقى نشتغل على الصورة دي. دلوقتي هننتقل للأداة التانية اللي هي أداة فلو اللي هو VO3. هنروح على فلو بالشكل ده كده ونضغط على Create with Flow وبعد كده هنضغط على New Project ونضغط على تحويل النص إلى فيديو ونختار تحويل إطارات إلى فيديو. في المربع الأولاني هنضغط عليه بالشكل ده كده ونضغط على تحميل ونختار الصورة بتاعتنا الأولانية اللي احنا واخدينها سكرين شوت اللي هي الصورة العادية. بعد كده هنضغط في المربع التاني ونختار الصورة اللي هي بالتصوير العلوي اللي هي الصورة ديت اللي هي بالتصوير العلوي بالشكل ده كده. جميل جدا. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له حرك الكاميرا من أسفل إلى أعلى كأنها حركة درون بس، ونضغط على السهم ونستنى النتيجة. ودي النتيجة اللي اداها لنا. زي ما احنا شايفين نتيجة عظيمة جدا جدا. بكل بساطة هاخد النتيجة اللي أنا عملتها ديت وأروح على برنامج المونتاج تاني. في المنطقة اللي أنا قاصص فيها واخد منها السكرين شوت هبدأ منها بالشكل ده كده. هحط الفيديو بتاعي بداية منها زي ما احنا شايفين. طبعا هشيل الصوت اللي هنا خالص، الصوت اللي في الفيديو اللي احنا عاملينه لسه، وابدأ اشتغل 40 على متر واجهة العقار على شارع 30 12 متر والباقي نزال. هدي الفيديو سرعة بسيطة، يعني مثلا اسرعه حاجة بسيطة بالشكل ده كده واخليه يقف عند المنطقة اللي انا هبدأ احدد فيها. يعني مثلا اول ما الكاميرا ترتفع بالشكل ده كده يبقى دي المنطقة اللي انا هشتغل عليها او ابدأ احدد فيها. خلاص هاخد هنا سكرين شوت، اضغط على ويندوز شيفت اس واخد سكرين شوت هنا كده وبعدين اضغط على امبورت واضيف السكرين شوت بتاعتي اللي انا لسه واخدها. اول خطوة عندنا بقى عاوزين نحدد قطعة الارض. فبكل بساطة هروح اضيف اي خلفية، هضغط على امبورت برضو واضيف مثلا الخلفية وليكن ديت اي خلفية.
بعد كده هضيفها واحطها فوق السكرين شوت هنا كده، واروح على ماسك. وقبل ما اروح على ماسك هقلل الاوباسيتي بتاعت الخلفيه شويه، هروح على بلند واقلل الاوباسيتي شويه، وبعدين هروح على ماسك، وبعدين هروح اضغط على اد ماسك، واروح على البين تول بالشكل ده كده، وابدا احدد قطعه الارض بتاعتي بالشكل ده كده. على كل كورنر هحط نقطه بالشكل ده، وبكده حددت قطعة الأرض بتاعتي زي ما احنا شايفين. جميل جدا جدا. دلوقتي عاوزين نعمل لها تحريك، هروح على انيميشن ونختار انيميشن مناسب، مثلا وليكن الانيميشن ده هيكون مناسب جدا. بعد كده محتاجين بقى نضيف بعض الابعاد للصورة بتاعتي، مثلا هروح على ستيكر بالشكل ده كده، واكتب هنا لاين، بعض الخطوط عشان احطها كابعاد وابدا اشتغل عليها. مثلا هختار اللاين ده، برضو هخليه يبدأ من البداية من هنا كده، هصغره شوية. جميل جدا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بقى اضيف بعض التكست، هروح على تكست واضيف تكست بالشكل ده كده، واخليه يبدأ من الاول برضو. هكتب مثلا 250 متر مثلا، واغير نوع الخط واختار نوع الخط ده. هكبر الخط هنا شوية، هكرر الخط ده كمان مرة بالشكل ده كده. هاخد التكرار هنا واحطه هنا مثلا للواجهة بتاعة العقار اللي هو 12 متر مثلا، ونصغرها شوية بالشكل ده كده. تمام جدا جدا. ممكن نضيف حاجة كمان، ممكن نروح هنا على ستيكر، هروح مثلا على ستيكر هنا ونكتب لوكيشن، هجيب لي علامة اللوكيشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ممكن نضيفها للفيديو بتاعنا او لقطعة الارض بتاعتنا. فانا هنضيف علامة اللوكيشن دي هنا كده، واخليها صغيرة بالشكل ده كده. جميل جدا جدا. يبقى دي علامة اللوكيشن هتبدأ من الأول. طبعا برضو التكست هياخد بعض الانيميشن، هديله بعض الانيميشن وليكن بالشكل ده كده. برضو هنا هياخد بعض الانيميشن وليكن بالشكل ده كده. الخط ده برضو هياخد انيميشن، هضغط على انيميشن وياخد انيميشن بالشكل ده او بالشكل ده. زي ما احنا شايفين حددنا الشكل بتاعنا ونقلنا المشهد بتاعنا في حتة تانية خالص. تمام، يعني المشهد بتاعنا كان في الاول اللي هو كان تصوير عادي بالشكل ده كده، عمرنا ما كنا نعرف نعمل اللي احنا عملناه ده بنفس التصوير ده، بس احنا صرفنا وعملنا الشكل بتاعنا بالشكل ده كده. وده طبعا فرق في شكل المشهد في النهاية بشكل كبير جدا. ما تنساش تعمل لايك عشان نعمل فيديوهات تانية في تريكات المونتاج بالاي اي. بس كده، في امان الله.